الفيديو ده والله فيه عبرة جميلة جدا. صلي على النبي، شارك الفيديو لو اسم النبي غالي عليك. تعالى اسمع للنهاية ما تقلبش. رجل بيعامل واحد يعني على الله حكايته زي ما بيقولوا كده. رجل يعني فقد عقله او ان هو بسيط جدا. كل يوم نايم قدام المحل بتاعه، فبيطرده، مرة يقلب عليه مية ومرة يهينه ومرة يبهدله، فمش عايزه قدام المحل. فالمهم عدت فترة، فتح المحل يوم واثنين وثلاثة، ما وجدش هذا الشخص. هلا اخيرا مشي، اخيرا راح، اخيرا خلصنا منه. طيب، فسبحان الله العظيم، لما راجع الكاميرات وجد انه كان حايش اذى كتير عن المحل بتاعه. ناس بتيجي تعمل مش عارف ايه يضربها، ناس مش عارف ايه، لحد ما اجى حراميه او لصوص يجوا يسرقوا المحل، يدافع عن المحل بتاعه بكل قوه وكل ما يمتلك من قوه. ضربوه انهوا حياته بسبب ايه؟ انه يدافع عن المحل اللي هو كان كرهه ومش عايزه. فعشان كده ربنا عز وجل في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. والعكس، ممكن تحب حاجة وتكون فيها شر لك. فاوعى في يوم من الأيام تسيء الظن في حد. ممكن تكون كاره حاجة، يعني مثلا كان عندنا مدرس، أستاذ جمال ربنا يبارك فيه يا رب، حكى لي قصة كده عمري ما نسيتها والله. كان بيفضفض معانا، فبيقول كان احنا في اللحين، والله العظيم يا جماعة لسه فاكرها، الكلام ده من سنين بتاع 15 سنة. كان بيقول في اللحين، فكان لا مؤاخذة عندنا بهيمة جاموسة بالبلدي كده، احنا كلنا فلاحين في بعض. فالجاموسة طالعة داخلة مبهدلة الدنيا، وانا بقى نفسي ومن عيني الدار تنضف كده وابقى حاجة حلوة يعني. فدارت الايام وكنا محتاجين فلوس، ورحنا بايعين ايه؟ بايعين هذه البهيمة، عافانا الله واياكم، بعناها. فعدى يوم اتنين تلاتة، كام؟ هات يما حتة جبنة، اجيب لك منين؟ طب هات حبة لبن، واجيب لك منين؟ والله العظيم من لسانه. هاتي حتة قشطة، اجيب لك منين؟ خلاص انفضت. فبقول ندمت ندم شديد على، فسبحان الله كنت كارهها مش عايزها، لكن كانت سبب في وجود خير كتير جدا في البيت. والله العظيم ممكن تكون كاره زوجتك وبتعاملها أسوأ معاملة، لكن شايلاك على كفوف الراحة ومريحاك، تغسل لك هدمة شايله الولاد وشايله همك. تيجي بعد كده ممكن يحصل مشكلة بتاع او ايا كان، يحصل عافانا الله واياكم طلاق، ربنا يسترنا جميعا، يقوم تندم مدى حياتك، تقول والله انا ما عرفت التراب، جبت التراب اللي بتمشي عليه لما. فاوعى في يوم من الايام تتبطر على النعمة. اوعى في يوم من الايام تسيء الظن في حد. اوعى في يوم من الايام تعامل حد وحش وهو ممكن يكون سبب في انه حايش عنك اذى كتير. ممكن يكون بتعامل ابنك ده وحش، ممكن تكون بتعامل اختك وحش، ممكن تكون بتعاملي بنتك وحش، وهي سبب ان هي شايلاكي، وسبب ان هي حايشه عنك كتير، سبب ان هي بتساعدك. ما نعرفش قيمه الشخص غير لما نفقده. مثل بالبلدي كده، انا اسف، يقول لك ما يعرفش قيمه امه لما تيجي ايه؟ ابوه. كان في قصه كده جميله هنختم بيها.